السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس، أهلا وسهلا بكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات الكتاب المدرسي من صفحة 36 لصفحة 56 من كتاب التربية الدينية الإسلامية الصف السادس. نقول بسم الله. ما تنسوش حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة إن شاء الله من حل تدريبات والواجبات توصل لكم. ونقول بسم الله. عندك أول صفحة 36 هتقول له كائن حي، عندك هنا هتقول له لأنها أهملتها، عندك رقم ب هتقول له سقاية وإطعامه، هتقول له الرحمة بالحيوان سبب للمغفرة. أنا براجع معاك وأنت كمل. هنا هتقول له جميع المخلوقات، عندك في سورة الإسراء الآية 44 هتقول له هنا دخل رجل الجنة لأنه سقي كلبا، قال النبي في كل كبد رطب أجر. من سور الرفق بالحيوان إطعامه وتقديم الماء له وعدم إيذائه، يجب علينا ألا نحمل الحيوان فوق طاقته حتى لا نؤذيه. دي صفحة 36 يا شباب. يلا بينا على صفحة 37. أول حاجة هنا تقول له إطعامه وسقايته والرفق به وعدم حبسه أو إيذائه، وأن رجل غفر الله له لسقياه لكلب عطشان. هنا تقول له تفقد أحواله ومساعدته في الطعام والشراب وتوفير المأوى له. هنا هتقول له حديث الرجل الذي سقى كلبا. هنا هتقول له الرحمة ولين القلب وزيادة الإيمان بالله. الدروس المستفادة من حديث النبي عن المرأة اللي حبست القطة، هتقول له البعد عن إيذاء الحيوانات حتى لا يؤذينا الله بسببها. هنا بيقول لك اذكر كيف كانت نهاية القصة. هتقول له كان الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الذي اشتهر بلقب أبي هريرة من أكثر الناس رحمة بالحيوانات. كان لديه قطة صغيرة يلاطفها ويحملها معه ويضعها في كمه أو على ذراعه ويطعمها مما يأكل، وكان الصحابة إذا رأوه مع هرته قالوا له يا أبا هريرة. هنا تقول له الرفق بالحيوان واجب ديني وأخلاقي بيكسب رضا الله من مظاهره. إطعام الحيوان وعلاجه وسقايته وحمايته وعدم تحميله فوق طاقته. دي صفحة 37. صفحة 38 يا شباب. أول حاجة تقول له أكثر حرصا على العمل الصالح. هنا هتقول له مرة واحدة في العمر. هنا هتقول له الصفة. هنا هتقول له تقديم الطعام والماء له. هنا هتقول له بعث. هنا هتقول له الإسلام. هنا هتقول له روايته. هنا هتقول له في كل كبد رطبة. هنا هتقول له صح صح خطأ صح. هنا هتقول له يجعل المسلم حريصا على فعل الطاعات والتقرب إلى الله والبعد عن المعاصي. هنا هتقول له يغفر له ذنبه. رقم 3 هتقول له كان ملازما للنبي وكثير الرواية للأحاديث النبوية. هنا هتقول له روى حوالي 5374 حديث عن النبي. كيف يعزز الرفق بالحيوان؟ مفهوم الرحمة والتكافل في المجتمع. تقول له الرفق بالحيوان واجب ديني وأخلاقي، وده بيدلنا على لين القلب وزيادة الإيمان. يلا حبايبي دي صفحة 38. صفحة بقى 42 تدريبات درس الإيمان بالبعث والنشور. عندك أول واحدة صح، والتانية صح، والتالتة صح، والرابعة صح. اختر الإجابة الصحيحة. الإيمان بالبعث والنشور هو التصديق بأن الله سيبعث الناس للحساب والجزاء. من نتائج الإيمان بالبعث إيه يا حبايبي؟ هتقوله دفع المسلم إلى الالتزام بالأعمال الصالحة. رقم 3 وصف النبي الناس يوم القيامة بأنهم يحشرون حفاة عراة غرلا. دي صفحة 42. يلا بينا حبايبي على صفحة 43. كتاب المدرسة بيقول لك هنا الإيمان بالبعث والنشور هو أحد أركان الإيمان. يبعث الله الناس يوم القيامة ليحاسبهم على أعمالهم التي قاموا بها في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. من آثار الإيمان بالبعث على المسلم هتقول له الإحسان والالتزام واجتناب المعاصي بالطاعات. ما المقصود بالبعث والنشور؟ هتقول له البعث هو إحياء الله تعالى للموتى يوم القيامة. النشور هو خروجهم من قبورهم للحساب. كيف نستعد ليوم البعث والنشور يا شباب؟ هتقول له الإيمان والعمل الصالح واجتناب المعاصي والإكثار من ذكر الله. الإيمان والعمل الصالح واجتناب المعاصي والإكثار من ذكر الله. هنا بيقول لك كيف يؤثر الإيمان بالبعث على سلوك المسلم في حياته اليومية؟ تقول له يجعله يراقب الله في أعماله. طبعا ربنا بيراقبه طبعا في أعماله، فبيبتعد عن الظلم والذنوب وبيحرص على الخير والعدل. طيب بيقول لك هنا هات لي دليل من القرآن على وقت وقوع البعث. هتقول له زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. خلاص يا شباب دي صفحة 43. يلا بينا على صفحة 48 تدريبات الدرس سورة الحاقة.
هنا عندك أول حاجة معنى كلمة الحق في السورة، هتقول له الأمر الثابت الذي لا شك فيه. ذكرت السورة عذاب أقوام كذبوا بالرسل ومنهم قوم عاد وثمود. وصف الله تعالى يوم القيامة في السورة بأنه يوم الحق والجزاء. معنى كلمة الصرصر في السورة اللي هي الريح القوية. طيب نيجي بقى لصفحة 49. سميت سورة الحق بهذا الاسم، هتقول لأنها تحدثت عن تحقيق أو تحقق وعد الله ووعيده. هنا بيقول لك سورة الحق هتقول له مكية، وعدد آياتها 52 آية. من الأمم التي أهلكها الله عز وجل بسبب تكذيبهم هتقول له قوم عاد وقوم ثمود. يكافئ المؤمنين يوم القيامة بدخول الجنة بينما يعاقب الكافرون في النار. وصفت السورة القرآن بأنه قول رسول كريم وليس قول شاعر أو مجنون. أجب عن الأسئلة لماذا سميت سورة الحق بهذا الاسم، هتقول له لأنها تتحدث عن الساعة التي تحق فيها الأمور من الباطل، وهي اسم من أسماء يوم القيامة. يبقى لأنها تتحدث عن الساعة التي تحق فيها الأمور من الباطل، وهي اسم من أسماء يوم القيامة. كيف وصف الله عذاب عاد وثمود في السورة، هتقول له عاد عذابهم كانت ريح صرصر عاتية أهلكوا بها. أما ثمود يا حبايبي فدول أهلكوا بالطاغية وهي الصيحة المهلكة. يبقى ثمود أهلكوا بالطاغية اللي هي الصيحة المهلكة والعياذ بالله. طيب ما مصير أصحاب اليمين وأصحاب الشمال كما ورد في الصورة، هتقول له أصحاب اليمين في نعيم مقيم في الجنة، أما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم في النار. يبقى أصحاب اليمين هتقول له في نعيم مقيم في الجنة، أما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم في النار. ما العبرة التي نستفيدها من قصة الأمم السابقة في السورة، هتقول له أن من كذب الرسل وعصى الله نال العذاب، ومن أطاع الله فاز بالنعيم. أن من كذب الرسل عصى الله وعصى الله نال العذاب، واللي بيطيع ربنا يا شباب بيفوز بالنعيم. هنا بيقول لك استمع لتلاوة السورة من المصحف. دي صفحة كده كام؟ 49. يلا بينا حبايبي على صفحة 52. أحكام التجويد. الميم الساكنة بيكون نطق الإظهار الشفوي بإظهار الميم الساكنة إذا جاء بعدها أحد حروف الهجاء سوى حرفي الميم والياء والباء. هنا بيقول لك تكون نطق الإدغام الشفوي بإدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة التي تأتي بعدها فتنطق ميم واجبة أو واحدة مشددة مع الغنة. هنا يا بطل يكون نطق الإخفاء الشفوي بإخفاء، هتقول له الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء. يلا حبايبي بيقول لك هنا اكتب امام كل آية حكم الميم الساكنة الخاصة بها وسببها. قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هتقول له الحكم هنا الادغام الشفوي. هنا هتقول له ميم ساكنة جاء بعدها ميم متحركة. قال تعالى ترميهم بحجارة من سجيل، الحكم اخفاء شفوي. السبب ميم ساكنة جاء بعدها باء. قال تعالى ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، هتقول الحكم إدغام شفوي، والسبب ميم ساكنة بعدها ميم متحركة. دي خلاص يا حبايبي صفحة كام؟ صفحة 52. يلا بينا نكمل باقي التدريبات. عندك درس الأركان الحج صفحة 55 و56. يمكن للحج أن يترك أحد الأركان الأساسية وبيتم حجه بشكل صحيح خطأ. الإحرام هو مجرد لبس ملابس الإحرام دون نية، خطأ ده لابد من النية. الوقوف بعرفة لا يعد ركن أساسي، هتقول له خطأ ده بيعد. السعي بين الصفا والمروة بيذكر الحج بأهمية التوكل على الله، تقول له صح. اختر الإجابة الصحيحة. الركن اللي بيعلن به الحاج بدء نسكه هو الإحرام. الركن الأعظم في الحج والذي من فاته فقد فاته الحج كله، تقول له الوقوف بعرفة. الحكمة من السعي بين الصفا والمروة الاقتداء بالسيدة هاجر. عدد أشواط السعي بين الصفا والمروة، هتقول له 7 أشواط. إيه كمان يا شباب؟ الدليل على وجوب السعي بين الصفا والمروة قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. دي صفحة 55. صفحة 56 يا شباب، ودي الصفحة الأخيرة. بيقول لك هنا أكمل الفراغات التالية.
الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، مرة واحدة في العمر، من استطاع إليه سبيلا. الإحرام هو نية الدخول في الحج مقرونة بالتلبية. الركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. السعي بين الصفا والمروة بيقتضي فيه الحاج بالسيدة هاجر عندما كانت تبحث عن الماء لطفلها. عدد أشواط السعي بين الصفا والمروة حبايبي هتقول له 7 أشواط. ما أركان الحج الأربعة ولماذا لا يصح الحج بدونهما؟ أول ركن هتقول له الإحرام، تاني ركن الوقوف بعرفة، تالت ركن طواف الإفاضة، رابع ركن السعي بين الصفا والمروة. ولا يصح الحج بدونهما لأنها أساس العبادة. ما أهمية الإحرام؟ ما أهمية الإحرام في الحج يا شباب؟ هتقول له وكيف يعبر عن نية الحاج وإخلاصه؟ هتقول له الإحرام هو نية الدخول في النسك الحاج وإخلاصه بتجرده من ملابس الدنيا وابتعاده عن المعاصي، وبيعبر طبعا عن نيته. لماذا يعد الوقوف بعرفة أهم أركان الحج؟ هتقول له لأنه الركن الأعظم في الحج، وقال النبي: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج كله. أركان الحج هتقوله الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. بيقول لك هنا: شارك أسرتك، ابحث واكتب مقالا قصيرا توضح فيه أركان الحج وكيف يؤثر أداء الحج في سلوك المسلم. هتقول له بيعلمنا الصبر والتواضع والإخلاص، ويعود الإنسان بعد الحج يعود الإنسان بعد الحج بقلب نقي وسلوك مستقيم، فبيحرص على فعل الخير ويترك الذنوب. تكلم عن أركان الحج وهو الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. وبكده حبايبي نكون وصلنا نهاية التدريبات. حلنا لحد كده، استنونا بقى في فيديوهات قادمة بأمر الله. ربنا ينجحكم جميعا. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة، وانتظروا منا فيديوهات قادمة بأمر الله. مع السلامة.